أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج فيليون نحو قبة البرلمان. ضيفتي لهذا اليوم المرشحة لانتخابات مجلس النواب العراقي السيدة سيناء صلاح عباس. مرحبا بك سيدة سيناء. أهلا وسهلا. بالبداية أعرف المشاهدين عن نفسك. أنا المرشحة الباحثة الأكاديمية سيناء صلاح عباس عن قائمة ائتلاف الأساس العراقي، رقم القائمة 244 وتسلسلي هو 38. حضرتك مرشحة عن محافظة بغداد؟ نعم. محافظة بغداد. حاصلة على شهادة الماجستير الموسومة الكرد الفيليون دراسة أنثروبولوجية في مدينة بغداد، وحاليا أدرس الدكتوراه في المرحلة البحثية، وأعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة معاون رئيس أبحاث. نتمنى لك الموفقية. شكرا ابتداء بمسيرتك نحو نيل درجة الدكتوراه إن شاء الله. وأيضا بخوض السباق الانتخابي. خلينا نتفائل ونقول دكتورة سيناء من هسه. إن شاء الله. دكتورة سيناء، بداية شنو اللي خلاك تقررين أنه تخوضين غمار الانتخابات؟ نعم. حقيقة أنا في مجال عملي، يعني عملي في وزارة العمل بدائرة الحماية الاجتماعية هو عمل إنساني، يعني أواجه بكل فئات المجتمع الفقيرة المهمشة، من العجزة، من ذوي الإعاقة، الأيتام، الأرامل، المطلقات. فمن كنت يعني أعمل معهم، وكان يعني بكل صدق. فلهذا كثير من مراجعيني شجعوني، يعني أبسط الناس حتى النساء كانت تقول ست سيناء أنت ليش ما ترشحين للبرلمان؟ يعني إحنا ننتخبك، لأنه أنا يعني صادقة بالتعامل وياهم. شفت نفسك قادرة على حل مشكلات المواطن. نعم. بس هي وملامسة همومه. نعم أكيد، بس هي مشكلة أنه أوصل لحد معين وأتوقف، ما أقدر يعني حسب الصلاحيات بالعمل. نعم. فحتى لو بعلاقاتنا الطيبة مع مسؤولين بالدائرة، يعني قدر الإمكان نساعد الناس، بس فد حد معين ما أقدر يعني أكمل وياهم. فلهذا تشجعت أنه إذا ممكن أعتلي مناصب أكبر ممكن أقوم بخدمتهم بصورة أوسع. نعم، متخففين من هموم ومعاناة المواطنين. على ذكر المعاناة، إذا ما ذكرت المعاناة يذكر الكرد الفيليون وما عانوه منذ عشرات السنين، وللأسف حتى هذه اللحظة ما زالت بعض الملفات عالقة. وهنا نسأل الدكتورة، كيف ستسخرون خدمتكم الأكاديمية في الأنثروبولوجيا لحل ملفات الكرد الفيليين العالقة والتخفيف من معاناتها؟ نعم. بالنسبة للتخصص العلمي الأنثروبولوجي هو دراسة ميدانية معايشة. نعم. يعني أتمنى أنه يكون هناك لجنة بحثية اثنوغرافية تخصصية. نعم، من قبل مجلس النواب. نعم. نعم. من قبل مجلس النواب ومن قبل كل دائرة من دوائر الحكومية. نعم. بالدولة، لأن هذه اللجان تقوم بتشخيص مشاكلهم، تشخيص احتياجاتهم الفعلية. نعم. ممكن يوصلوها للبرلمان ويكون نائب من البرلمان عضو في هذه اللجنة. نعم. يعني فلنأخذ على سبيل المثال الكرد الفيلية، هناك كثير من القوانين اللي شرعت بحقهم، لكن لحد الآن بها نوع، صراحة بها نوع من الخصوصية، بها نوع من سوء تعامل. نعم. يعني كثير من المراجعين يجوني من الكرد الفيلية، طبعا احنا تدري احنا الحمد لله نعم نشتغل كافة المواطنين أمانة، بس من يجيك كردي فيلي منك وبيك وأشوف مظلوميته، وبالأساس أنت تعرف هو شنو كانت مظلوميته. نعم. إيش قد عانى، فهنا راح تتفاعل أكثر وياه. فإذا أكو لجان متخصصة للمكونات ممكن يشخصون احتياجاتهم ويتابعوها بنفس الوقت، يقدرون يوصلوها. نعم. للبرلمان، يقدرون يخلون تشريعات، ولو هذه التشريعات يعني تكون محققة حتى لو جزء معين، مفعلة بشكل حقيقي وجيد. مفعلة. نعم. نعم. فنتمنى هنا الأنثروبولوجيا ينفع بشكل حقيقي. نعم. يقدم حلول منطقية. الأنثروبولوجيا ما تقدم حلول، الأنثروبولوجيا تشخص المشكلة وين. أهم طريقة لإيجاد العلاج البداية والتشخيص. التشخيص. نعم. شنو الاحتياجات؟ يعني احنا لو نجي الجنسية لحد الآن هي من ضمن يعني حقوقهم. نعم. يعني يسترجعون لأن هم عراقيين بالأصل. لحد الآن
الجنسية وين كانت عراقية، بس هي نوعا ما معروفة أنه هذول أكراد فيلية. نعم. حقيقة. تروح الدوائر الدولة موظفين لحد الآن مهمشين. نعم. ما يأخذون استحقاقهم. نعم. لأنهم من المكون الفلاني. أنا يحكوني أنه في دوائر الجنسية والنفوس العراقية ما زالت لحد الآن أضابير وملفات الكرد الفيليين من يراجعون لتجديد الجنسية أو استحصال الهوية أو استخراجها مرة أخرى، إنه موضوع أضابيرهم وملفاتهم ضمن خانة التبعية. أي نعم. نعم لحد الآن يعني أو الوافدين أحيانا يعتبرهم عراقيين. بالتأكيد لحد الآن يجوني مراجعين يعني متأذين نفسيا من ويعانون من هذه المشكلة. يعني احنا لحد الآن معناتها ما حققنا عدالة. نعم. جائزة الجنسية بالشكل تشبه جناسي بقية بالضبط. العراقيين. بالضبط. لكن داخل السيستم داخل الإضبارة أكو مؤشر أي موظف يقلبها ممكن أنه صحيح. يخلق مشكلة من خلال هذه الإشارة. صحيح. نعم. حتى في استرداد ممتلكاتهم اللي صدرت لحد الآن مو الكل يعني قدرت تسترجعها. شنو السبب ست سينا؟ هو أكيد يا أما جهات يعني مستفيدة. نعم. داخل الدولة، يا أما البيروقراطية اللي عندنا داخل دوائر الدولة. نعم. يعني تدري من دائرة لدائرة من دائرة لدائرة، فحتى المواطن يعني يتعب من عندها. نعم. فيقول لك أنا أتركها هواية أحسن لأنه مدى أوصل للنتيجة. بينما لو أكو في السيستم معين من خلاله يخلون هذا المكون تكون إجراءات سهلة مبسطة له، فاللجنة مختصة بهذه الإجراءات يعني يكون أفضل. برأيك شنو الخطوات اللي ممكن أنه نقترحها حتى نعزز حقوق المكونات، خاصة حقوق المكون الفيلي؟ خطوات برلمانية أو سياسية أو حتى حكومية. هي قلت لك يعني أنه يعني إذا نريد نفعل قانون لازم أكون لجنة متابعة. مثلا عندك يوصلون إلى توصيات تشريعية. نعم. ممكن نتحقق مطالبهم. هذه التوصيات تكون بها يعني متابعة حقيقية حتى يوصلون للنتيجة المطلوبة. فيما يختص بملف المكون الفيلي، هل نحن بحاجة إلى متابعة تشريعية أم متابعة تنفيذية؟ أكو قوانين مشرعة بس التنفيذ لا يرتقي. صحيح. نعم. بس هذا ما يمنع أنه أكو بعد احتياجات ومطالب ممكن نرفع بها توصيات تشريعية. نعم. يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني هو القانون موجود بس لحد الآن ما مفعل بالصورة المطلوبة. العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية للأسف مع مرور السنين وتراكم المعاناة وتلكؤ حل الملفات العالقة أصبحت أشبه بشعار فقط، حبر على ورق، لم تجد لها صدى حقيقي على أرض الواقع. بالتالي كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية برأيك في الدورة البرلمانية القادمة؟ العدالة الاجتماعية حاليا احنا ما نريد يعني نقول انه ماكو. نعم. لكن لحد الآن هي مو العدالة المطلوبة. يعني مثلا على سبيل المثال الكرد الفيلية اكو مناطق لازم نوصل لها اللي بيها تركيز الكرد الفيليين. نعم. يعني هذه المناطق اللي يوصلها المسؤول أو النائب يقدر يشخص بالفعل شنو مطالبهم. وهم الكثير بهم يعني ندري إحنا الكرد الفيلية هم يتركزون مثلا مناطق الكفاح، الصدرية، شيخ عمر. نعم. مدينة الصدر. هذه المناطق لو تتابعها الجهات المسؤولة راح تعرف حجم معاناتها. نعم. قلت لك أنا باحثة اجتماعية من درست الكرد الفيلية بالماجستير، مع أنه أنا من ضمن هذا المكون، لكن شخصت حالات ويمكن عندهم ثقافة ثرية ما حد قدر يكتشفها لحد الآن. نعم. فمن عملت عليها وطلعتها بشكل دراسة منهجية علمية، هم الكرد الفيليون يعني كانوا متفاجئين بها حقيقة، ما كانوا يعرفون. فهذا المكون أصيل، أنا لازم أتابع أموره، لازم أفعل القوانين المشرعة. نعم. حقه. نعم. طيب دكتورة سيناء، من خلال عملك مع العوائل الفقيرة والعوائل التي لا تمتلك مصدر قوت وحتى يعني معدومي السكن،
يحتاجون إلى دور إيواء، يعني عملتي مع هذه الفئة من العوائل. نعم. شنو ممكن مجلس النواب أن يقدم لهم، أو بمعنى آخر ما الدور الذي يمكن أن يلعبه النائب لحل مشكلة ذوي الدخل المحدود والمستفيدين من دور الإيواء وساكني دور إيواء الدولة بمختلف تسمياتها، دور المسنين، الأيتام، غيرها من هذه المسائل؟ من خلال عملي قمت بزيارة العديد من الدور الإيوائية. نعم. طبعا هي الدور الإيوائية موجودة دور الدولة. نعم. ودور أهلية أو منظمات المجتمع المدني اللي تديرها. حقيقة يأخذون الطفل، إذا نحكي على الأيتام نعم. كريم النسب، الطفل يوصل بحد عمر 18 يخلص دور هذه الدور. هذا العمر وكأنه قنبلة موقوتة داخل المجتمع. زين أنت من راعيته ووصلت لهذا العمر، أنا لازم يعني الدولة لازم يكون لها في الدور فعال. بعد ما يخرج لازم أكو مؤسسة أخرى تكمل هذه المسيرة. بالضبط. تستكمل حلقة الرعاية للمواطن. بالضبط. هي الرعاية هي ترى مو بس للأطفال، بالعكس هذا العمر يعني 18 سنة من يخرج للمجتمع تايه، لأنه ما متعامل ويا مجتمع. فإحنا الحكومة لازم يكون لها دور فعال، يعني فد نص قوانين معينة أو فد مشاريع معينة، سكن واطئ الكلفة في مجمعات. ما شاء الله الأراضي الواسعة موجودة ببغداد أو حتى بالمحافظات. ممكن أنا أسوي لهم فد دور بتكلفة واطئة تستقبل هذه الفئة. يعني هذا طبعا من أحد فقرات البرنامج الانتخابي إلي، لأنه بحكم عملي يعني أنا شفت هذه الحالات. وشفت الأطفال يعني من يوصلون عمر 16 17 خايفين يحكوا لي يعني إحنا إيش راح نسوي، وين نروح. هذا شاب، فكيف إذا كانت هي فتاة تخرج بعمر 18 سنة، تخرج المجتمع لا عندها مأوى، لا عندها من يرعاها، لا عندها من تلتجئ إليه. وممكن الشباب، يعني خل أضيف فكرة ممكن تنفع بهالإطار، أستكمل نفس الفكرة. ممكن الشباب اللي يكملوا 18 سنة هم نفسهم يعملون مع الشركات اللي راح تبني هاي المجمعات. بس أوكي هم مختصص، بس الأعمال الحرفية البسيطة ممكن. إن أنا لقيت لهم فرصة عمل لحد ما يكتمل بيتهم، ولقيت له مأوى بنفس الوقت. طبعا هذول الفئات أنا أعرف فئة معينة. هم من خيرة الشباب، عقول نابغة، دا تدرس طبية ودا تدرس هندسة، بس هم يريدون الملجأ، المأوى، يعني حتى لا يتشتتون. هذول يعني مساكين، أنا ليش ما أستقطبهم؟ يعني أخلي لهم فد تشريعات قانونية، أحاول أدمجهم بالمجتمع، ما أخليهم تايهين بعد عمرهم 18 سنة ويطلعون. نعم. طيب كيف راح يمكن أنه إذا ما تم انتخابك إن شاء الله ومن حج الثقة، كيف برأيك راح توازنين ما بين الانتماء الفيلي والهوية الفيلية والعمل من أجل رفع معاناة الكردي الفيليين من جانب، ومن جانب آخر ما بين مسؤولياتك كنائبة عن جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم؟ حقيقة أنا بت هذا المجتمع وعملت من خلال يعني وظيفتي. استقبلت كل فئات المجتمع، كل أطيافه، كل مكوناته. ويمكن اللي يشوفني ويسمعني يعرف حقيقة أنا شلون أتعامل وياهم. فكيف إذا كانوا يعني كرد فيلية من عندي وبي، يعني كنت يعني من أعرف هذا كردي وأشوفه يعني مستضعف، لا قلبي ينعصر ما أتحمل. دكتورة راح نستكمل معاك الحوار، لكن اسمحي لي أن أذهب إلى فاصل قصير ومن بعد لنا عودة، خليكم قريبين. من بعد الفاصل هذه عودة لكم مجددا أحبتي المشاهدين، لنستكمل هذا الحوار مع ضيفتي العزيزة مرشحة مجلس النواب العراقي الأستاذة الدكتورة إن شاء الله سيناء صلاح عباس. أرحب بك مرة أخرى دكتورة سيناء. دكتورة سيناء، المرأة يجب أن تأخذ دورها الحقيقي بالمجتمع، خاصة في ميدان السياسة، وهنا نسأل كيف من الممكن لمجلس النواب العراقي أن يساهم بتمكين المرأة ودعم دورها السياسي تحت قبة البرلمان، وخاصة
المرأة الفيلية على أقل تقدير، يعني قبل مرحلة الانتخابات، يعني كيف ممكن أنه يقدم السياسي دعم وتشجيع للمرأة الفيلية حتى يعني تدخل في السباق الانتخابي، ولنأمل من بعد ذلك الفوز لها إن شاء الله. أهم فئتين عندي بالبرنامج الانتخابي هم الشباب والمرأة. نعم. المرأة حقيقة احنا مجتمعنا مجتمع ثقافة ذكورية، يعني تعاني من عامل الجندر كثير. نعم. لازلنا احنا تحت تأثير هذه الثقافة. حتى لو كانت المرأة برلمانية، لكن هم لحد الآن هي مهمشة، يعني ما عندها صوت واضح فعال. نعم. احنا يعني خلينا نقول اكو يعني نساء بالبرلمان، بس احنا نسمع بس صوت، ما نسمع الفعل. نعم. يعني بس أصوات مدوية بدون فاعلية حقيقية. فهنا حتى المرأة يعني كوتا 25%، يمكن بغير دول لا نسب أعلى. 25% يعني ما تعطي ذاك النسبة بالنسبة مقارنة بأعداد المرأة نعم. مع الرجل في المجتمع العراقي. مو معطى 25% هتكون الجزء المضمون، والباقي المقاعد من ممكن أن تشارك بها المرأة أيضا. ممكن. نعم. بس شلون راح تشارك إذا ما أكو تصويت حقيقي يدعم المرأة؟ نعم. يعني قلت لك إحنا ثقافتنا ذكورية. أحيانا الرجل يقول أنا شلون أنطي صوت المرأة؟ طيب والمرأة ليش ما تنطي صوتها المرأة؟ تعطي المفروض. نعم. المفروض، بس بحكم هذه الثقافة الذكورية ينفرض عليها، أحيانا ينفرض عليها أنه لا صوتي للمرشح الفلاني. نعم. يعني ذاك من ذاك اللي يشوف مرأة أنه هي بالفعل من قلبا وقالبا هي مع المرأة. طيب بالتالي شلون ممكن أنه نعالج هذه المسألة توعية. أو هذا الخلل إذا توعية حملات توعوية انتخابية، برامج، ندوات، يعني دور المرأة سياسي. قبل فترة كنت بدورة عن دور المرأة في الانتخابات العراقية، شلون نقدر نفعله. يعني حقيقة هم النساء اللي عندهم مناصب داخل البرلمان على مستوى مستشار، على مستوى نائب، هم اللي يعانون أنهم ما يقدرون يعملون بصورة حقيقية. هم مهمشات. إذا إحنا إذا أردنا أنه نفكك هذه الجزئية أو المشكلة، أكو مرحلتين بها. مرحلة ما قبل الوصول إلى المقعد البرلماني هو كيف أنه نشجع النساء أن ينتخبن المرشحات من النساء حتى يكون صوت المرأة داخل قبة البرلمان العراقي. والمرحلة الأخرى هو تمكين المرأة النائبة تحت قبة البرلمان، شلون ممكن أنه يكون صوتها مسموع، وشلون أنه تؤدي دور حقيقي وفاعل وحراك سياسي تحت قبة البرلمان. تحدثنا عن الجزء الأول وذكرتي أنه الحل هو توعية الناخبات بضرورة أنه تتمكن المرأة من دخول مجلس النواب. طيب هنا دخلت المرأة لمجلس النواب، وأنت ذكرتي على مدى الدورات السابقة يمكن صوت أو صوتين اللحظة كان واضح وفاعل من أعداد النساء الموجودات تحت القبة. شلون أشجع البقية أنه يمارسن دورهم بشكل فاعل؟ البقية تحت القبة النائبات. هذا دور النواب، هذا دور النواب سواء من الرجل أو المرأة. يعني هم المفروض يتكاتفون مع النائب العنصر النسوي. نعم. يتفاعلون وياه، يشجعوه على أنه يقوم بدوره بشكل فاعل. نعم. ما يحاولون يضيقون عليه نطاق العمل. طيب. والمرأة ممكن تساند المرأة البرلمانية، يعني إذا يسوون مثلا في التحالف معين داخل قبة البرلمان بإيصال أصوات المواطنين، بإيصال أصواتهم للتفعيل دورهم. هل المرأة قادرة على أن تتصدى لملفات المعاناة التي تشكو منها المرأة بشكل عام في العراق؟ يعني هي ممكن تعمل. تقدر المرأة تحل أزمة مرأة أخرى؟ ممكن على جهد شخصي. نعم. ممكن على تكاتف عدة يعني جهود نسائية. يعني احنا ترى عندنا قيادة نسائية كبيرة، بس نعم. المشكلة انهم يعني ما معروفين، يمكن حتى اعلاميا. نعم. يعني حتى على مستوى دوائر الدولة، يعني مدراء اقسام، رئيسات هيئة، وكيل مرأة. نعم. بس ما لها الدور الفعال، لانه ما قدرت يعني توصل اصوات
ما قدرت توصل أصوات المواطنين. تحدثنا عن دور المرأة بشكل عام في الحراك السياسي العراقي والحراك النيابي التشريعي على وجه الخصوص. خلينا ندخل بالعمق أكثر ونخصص حديثنا لنتحدث عن المرأة الفيلية. كيف ممكن أنه نشجعها أنه تستلم مناصب تنفيذية أو مناصب تشريعية بالمشهد السياسي العراقي؟ المرأة خلينا نقول العراقية بصورة عامة ترى مرأة قوية جدا. نعم. لأن هي واجهت الكثير من المصاعب. المرأة الفيلية معروف عنها، وخاصة الآن ذكرتها نعم. برسالة الماجستير، أنه المرأة الفيلية واجهت مصاعب أضعاف نعم. يعني انسلبت حقوقها، استشهدوا أولادها، زوجها، صادرت أملاكهم، يعني عانت الكثير، عملت في سبيل أنه توصل أبنائها. يعني أنا سويت بحث نعم. في مركز بحوث فرنسي ترجم للغة الإنجليزية والفرنسية. الثقافة الفرنسية تحب أنه يكون على شكل مقال، وهذا المقال يحب النوع الفني حتى يقدر يستقطب الفكر الفرنسي. فبداية المقال هذا كان عن قصة حقيقية عن امرأة فيلية. يعني أنا من كتبته أنا تفاعلت وياه. نعم. وأنا من هذا المكون. فكيف ما يقرأ المواطن، يقرأ الكرد الفيلي، يقرأ شعوب عالم، يعني من وصل لفرنسا وترجم باللغة الإنجليزية والفرنسية، حاولت أوصل إيش قد المرأة الفيلية هي قوية، هي شجاعة، هي مكافحة بصورة تليق بالمرأة الفيلية. نعم. فإحنا يا ريت أتمنى أنه المواطنين، يعني خاصة من أهلنا وناسنا، يشجعون النساء العنصر النسوي حتى يوصلون لقبة البرلمان. لأنه هم يقدرون يوصلون أصواتها، هم اللي يقدرون يوضعوا لها الحلول، يشرعوا لها القوانين اللي ممكن تساعدها. لاحظ دائما أنه الفيليين دائما ما يلعبون دور الوسيط. دائما ما كان المكون الفيلي هو حلقة الوصل ما بين جميع مكونات المجتمع العراقي والفسيفساء العراقية. كيف من الممكن أن نستثمر هذه الخاصية الجميلة بنفوس الفيليين بجعلهم حلقة وصل وتقريب الآراء ووجهات النظر، بعيدا عن السجالات السياسية، بعيدا عن مشاكل السياسيين، يكونون حلقة وصل ما بين المكونات مجلس النواب العراقي وكتل السياسية لمجلس النواب العراقي؟ المكون الفيلي له خصوصيته وله ثقله. يعني من العشرينيات القرن الماضي لهم ثقلهم الاقتصادي، ولهم ثقلهم السياسي، ولهم ومقبولية بالمجتمع العراقي فعلا. لأن إيش قد ما هم أقوياء بنفس الوقت يحملون طيبة. نعم. يحملون مقبولية من كل الأطراف. يعني دائما ما أشوفهم يعني في جلسات حوارية، في محافل دينية، دائما ما تشوفهم في جلسات عشائرية. يعني إلهم وزنهم، إلهم كلمتهم. فهذا يشجع على أنه دائما المسؤولين المفروض من الكرد الفيلية يوجهون اهتمامهم وتركيزهم على هذه الفئات. نعم. طيب لنتحدث الآن بشكل عام عن الجزئية الأهم برأيي طبعا بالعمل السياسي، ألا وهي جسور الثقة التي تربط ما بين المواطن والسياسي، الناخب والمنتخب. كيف من الممكن تقوية العلاقة برأيك ما بين النائب والمواطن، وضمان أن يكون صوت المواطن مسموعا داخل قبة البرلمان العراقي؟ هذا تابع للناخب. يعني الناخب لازم يعرف المرشح اللي راح ينتخبه هل هو فعلا حقيقي ممكن يوصل صوته. ترى الإنسان نوبات تقعد وياه من كلمتين تعرفه هو إنسان صادق. نعم. من يجون مراجعين للمكتب، من يقعدون يحجون وياي، يقولون الحمد لله لله أنه وصلنا هنا، لأن الحمد لله عندي مقبولية، ويحسون إن بصدق مشاعري تجاههم، وأحاول أخدمهم وما أوعدهم بالمستحيل. نعم. يعني أي طلب يجيني أنا أقول إذا
أنا أقدر عليه أسوي. نعم. إذا ما قدرت عليه راح أقول لك ترى أنا ما قدرت على هذا الطلب. فكل ما كان المرشح صادق ويا جماهيره، كل ما راح يوصل صوته، كل ما يقدر ياخذ عدد أصوات أكثر، كل ما راح يحقق نجاح بهذا المجال. طيب كيف ممكن أن يقدم المرشح ضمان للمواطن العراقي، ضمان للناخب، ليؤكد له أن صوته سيكون أداة تشريعية فاعلة وحقيقية داخل مجلس النواب العراقي، مو راح يستغل صوته فقط حتى يصعد ومن بعد ذلك يدير ظهره للمواطن وما يقدم أي خدمة تشريعية للمواطن، يبحث عن مصالحه الفئوية أو الحزبية والمحاصصة وغيرها من هاي الأمور. المرشح يعني هو حاليا مرشح. نعم. هو ما عنده سلطة حتى يحقق شيء، بس دائما لازم يكون المرشح واضح وصادق. يعني أنا أقول إنه إحنا لازم نحافظ على مبادئنا. نعم. نعمل بيها، ما نساوم عليها، حتى نقدر نوصل بأصوات المواطنين لقبة البرلمان. ماكو شيء مضمون 100%، لأن الإنسان هو حسب طبيعته، حسب تربيته، حسب أخلاقه، حسب ضميره ومبادئه. فالإنسان المعروف من قبل مثلا عشيرته، من قبل البيئة الاجتماعية اللي هو عايش بيها. نعم. فإذا كان صادق ويعرفون الناس هو صادق، ممكن يوصل صوتهم. ليش لا؟ ممكن ينتخبوه أيا كان. نعم. المهم يعرفون به إنسان صادق، إنسان ما راح يغير مبادئه. النزاهة عنده مبدأ. نعم. بالمناسبة يعني النزاهة احنا نقول هو مو مبدأ، هو يعني أسلوب حياة. نعم. بس احنا هسه للأسف بهذا الوقت اللي احنا بيه صار النزاهة فد شيء حسبه هو فد مبدأ. لا، هو أسلوب حياة. احنا ديننا يطلب من عندنا النزاهة، يطلب من عندنا الطيبة، التعامل الصادق مع المواطن. نعم. فهذا اللي نقدر نوضحه حاليا كمرشحين. بالتالي الصدق والضمير والواعز الأخلاقي هو الضمان الحقيقي. عمل الجاد. نعم. حقيقي. العمل الجاد لتأدية العمل النيابي بإخلاص وتقديم خدمة حقيقية للمواطن. لنفترض إذا منحتك الجماهير ثقتها، وإن شاء الله نتمنى لك الموفقية، شنو أول خطوة راح تقومين بها فور دخولك لمجلس النواب العراقي؟ يعني أول خطوة، أول قانون ببالك تصدي له، فكرة تشريع قانون، فتح ملف معين؟ احنا يعني انا اكو اهداف، اكيد كل مرشح عنده اهداف يعني. نعم. يبدي بيها. اولى الاولويات. اولى هذه الاولويات. نعم. قلتها ولحد الان انا اقولها. التربيه والتعليم. نعم. لانه الانسان اللبنه الاولى الصغيره هو الطفل. يعني الدول اللي نهضت بمجتمعاتها مثل سنغافوره، ماليزيا، يابان، من ركزت على الطفل وتربيه الطفل، تقويم اخلاقه. نعم. تقدر ترتقي به كجيل صاعد ممكن يحقق نجاح بالمجتمع. نعم. فأنا اهتمامي أولا بالتربية، من ثم التعليم. طبعا ندري احنا يعني كافة الخدمات حاليا بالنسبة للتربية والتعليم ضعيفة جدا. مدارس مكتظة، الأستاذ ما إله ذاك القيمة اللي كانت إله، رواتب بسيطة. كيف نحافظ على المستوى التعليمي إذا احنا ما نحقق هذه الخطوات؟ نعم. فأول الملفات إن شاء الله هي التربية والتعليم. اختيار جيد، أحسنتي. راح نستكمل معك الحوار دكتورة سيناء، لكن بعد هذا الفاصل. خليكم ويانا. أحبتي، من بعد الفاصل نستكمل معكم بالجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع السيدة سيناء صلاح عباس، مرشحة مجلس النواب العراقي، مرشحة انتخابات مجلس النواب العراقي. ونسأل هنا عن بغداد، باعتبارك مرشحة عن محافظة بغداد. من بين جميع الملفات الخدمية الملحة في بغداد، برأيك ما هي الخدمة التي تعتبر من الأولويات أو أولى الأولويات؟ كهرباء ومياه. كهرباء والمياه. نعم.
المياه بالدرجة الأولى. المياه الصالحة للشرب، لو تقصدي المياه بشكل عام، بشكل حتى عام. المستخدم في الزراعة وغيرها. بشكل عام. نعم. يعني أنا شحت نهر دجلة للأسف. ونوبات يعني ياخذني الخيال إلى مكان بعيد، شلون ممكن نوضع حل لهاي المشكلة. نعم. تدري هي مشكلة دولية بالفعل. أي، فحلها ما أقول مستحيل، بس ممكن. يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. صحيح. وجادة. صحيح. نعم. لأنه ما معقولة بلد الرافدين يعاني من هذه الشحة بسبب سياسات دولية. نعم. بس حتى نكون منصفين، إلى جانب ضرورة الحل السياسي يجب أن يكون هنالك أيضا حل فني من قبل المختصين، يعني يلقون طريقة لإيجاد بالتأكيد سدود معينة، بناء سدود جديدة، حفر آبار، حفر آبار، غيرها من هذه المسائل. وحتى المياه اللي توصل للعوائل، يعني مياه غير معقمة تسبب أمراض للعوائل. والعوائل أيضا عليهم دور مهم، أنه ترشيد استهلاك بالضبط. المياه، وحتى الطاقة الكهربائية. إذا ما تحدثنا عن ملف الكهرباء، وهو بصراحة أكو سر بالموضوع. يعني شو نريد نحكي؟ كل طرق والاحتمالات يمكن درسناها على مدى 22 سنة الماضية. الإعلام والإعلاميين والمختصين تعبوا بتحليل الأسباب التي تقف وراء عدم حل ملف الطاقة الكهربائية، فيبدو أنه أكو سر فقط الراسخون بالعلم هم اللي يعرفوا، يعني أو يمكن أكو فد، ما نريد ندخل بالنيات. لا حقيقة هو ترى المواطن أكو شيء العراقي يمنع الحل. المواطن العراقي هم بدأ يشخص، يعني هو مواطن العراقي بيهم عقول مو غشيمة. نعم. فبدأ يشخص هذه المشكلة، يعني ولا ما معقول إنه على مدى طول هاي السنين لحد الآن إنه طاقة كهربائية ما تجهز العراق. ما ممكن. يعني الدول البسيطة، الدول الفقيرة عندها طاقة كهربائية تغطي كل مناطقها، ليش العراق يعني؟ وهي يعني بلد الثروات. نعم. فلا بد أنه أكون مشكلة معينة لازم نوصلها، إن شاء الله نوصلها. بس المشكلة أنه وصلنا لها، المشكلة الحل مالتها، هل النائب راح يقدر يوضع هذا الحل؟ طيب خلينا نحكي بصراحة، لو كانت الكتل السياسية، هسه ما نقول على طول الخط لأن هذا فانتازيا، وبالمدينة بمدينة أفلاطون الفاضلة أو جمهورية أفلاطون فقط موجود، إنه وبأي سياسة ماكو، الكتل السياسية كلها تجتمع على رأي واحد على طول الدورة البرلمانية. لكن لو اجتمعت الكتل السياسية بنية صادقة وحقيقية فقط على ملف الكهرباء، وما كان أكو خلاف بيناتهم، وقالوا الكهرباء لازم نحلها، وكنا جهودنا تتضافر في سبيل إيجاد حل لهذا الملف، ما كان حلينا؟ والله كان حلينا. أكيد حليناها. نعم. وإحنا ليش نقول نريد ثورة تغيير؟ يعني لازم يكون أكو تغيير بهاي الدورة الانتخابية. لازم يصعد ذوي الكفاءة، ذوي الخبرات، ذوي الشهادات، الأكاديميين اللي ممكن يحققون هالشيء. يعني لازم نغير. لازم نضع العلة هذه وين. نعم. ليش ما نقدر لحد الآن نحلها؟ فإحنا نأمل التغيير اللي ممكن يحل هاي المشكلة. أنت اختارتي أبرز ملفين، وبرأيي الشخصي القاصر المتواضع أنه هي أكثر ملفين لها تأثير بواقع الاقتصاد والمعيشة للمواطن. الكهرباء إذا حلينا أزمتها فراح ننهض بالقطاع الصناعي، لأن اليوم من أبرز مسببات التلكؤ بالقطاع الصناعي هو مسألة عدم توفر طاقة مستمرة وحكومية حتى تكون بأثمان معقولة. والجانب الآخر القطاع الزراعي متلكئ، فما ممكن احنا نقوم بصناعة حقيقية دون وجود القطاع الزراعي. والقطاع الزراعي هو حل مسألة الإطلاقات المائية ومعالجة شح المياه. فبالتالي أنا إذا ما نهضت بالكهرباء ونهضت بملف المياه راح تتكون عندي نهضة بالقطاع الزراعي ونهضة بالقطاع الصناعي، وبالتالي ثورة اقتصادية بالبلد. أكيد. وهذا بدوره يحيلنا إلى ملف جدا مهم. وأتصور من خلال حديثك ذكرتي أنه أنت متبنية هذه الرؤية، ملف فرص العمل والبطالة التي يعاني منها الشباب العراقي اليوم، برأيك كيف ممكن نحلها؟ البطالة هي طبعا تسبب الفقر، كلنا نعرف.
تسبب الفقر، ظواهر اجتماعية غير جيدة، تسبب الجريمة، عبء على الدولة من الناحية الأمنية والمتابعة، وحتى يعني الصرف زائد من ميزانية الدولة، لأن أنا من تنخلق لي أزمة لازم أحلها، والحل يحتاج إلى ميزانية. احنا قلنا قوانين أكو بس ما مفعلة. مثلا على نطاق وزارة العمل، من المستفيد من الراتب اللي هو مو راتب، هو إعانة اجتماعية يعين به المواطن نفسه. لو فعلنا قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 كان قضينا على جزء كبير من البطالة، وهو فئة الشباب اللي تستلم إعانة الحماية الاجتماعية. عندنا دائرة التأهيل والتدريب، يدخلوهم دورات حرفية صناعية، وبنفس الوقت دائرة القروض ممكن تعطيهم قروض ويسوون مشاريع يعينون بها نفسهم. بس للأسف هذا لحد الآن هاي الخطوات ما مفعلة بصورة صحيحة. وهنا ما نجي بس نحمل المسؤولية لدوائر الدولة، لا، المواطن نفسه. المواطن المفروض أني كشاب مو بس يعني أعيل أهلي من إعانة الحماية الاجتماعية، أفكر شلون أطور نفسي بمشروع معين تدعمني به الدولة حتى نخلص أو نحد من ظاهرة البطالة والفقر. فهي كلها شيء يتبع شيء. فإحنا يعني القوانين موجودة لكن غير مفعلة بصورة صحيحة. نعم. دكتورة سيناء، من خلال عملك الأكاديمي وبصفتك أكاديمية، كيف من الممكن النهوض بالواقع الأكاديمي في العراق تحديدا؟ كيف ممكن أن نجعل الجامعات العراقية سواء كانت حكومية أو أهلية بمصاف الجامعات المتقدمة، بس على أقل تقدير ما نقول تنافس عالميا، لكن تنافس على مستوى المنطقة، ويرجع اسم الجامعة العراقية الفلانية هو المتصدر ويضرب بها المثل، ويجوها وافدين من الخارج ويفتخر العربي أو الأجنبي ويقول أنا حصلت الماجستير أو الدكتوراه من فلان جامعة عراقية. نعم. احنا قلنا الملف المهم عندنا التربية والتعليم. فأول ما نبدي المناهج، المناهج لازم تكون من صلب ثقافة المجتمع. أول ما نبدي بها بالمدارس الابتدائية والمتوسطة، تغيير المناهج بصورة صحيحة. كذلك إلى أن نصل مرحلة جامعية. تدري احنا الفساد موجود بكل دول العالم. مو بس احنا ما نريد نغبن حقنا كعراقيين ومؤسساتنا، لا، بس هو موجود. الفساد صار بالمستوى اللي ممكن يحطم يعني هذه الفئة من الطلاب بالجامعات العراقية. يعني التدريس صار غير التدريس السابق. الرصانة العلمية اختلفت. الرصانة العلمية، الالتزام من قبل الطلاب أيضا ماكو التزام ونظام يعني يطبق عليهم بصورة صحيحة. الوعي الثقافي بالنسبة لطلاب الجامعة ضعيف. فيعني هذا التركيز المفروض يكون يعني من ليش أقول نبدي من الطفل، نحقق التربية ثم التعليم، والتعليم من ناحية المناهج، من ناحية أساليب التعليم الحديثة، التكنولوجيا. احنا لحد الآن يعانون حتى الجامعات يعني على مستوى دراسات عليا ماجستير ودكتوراه ما موفر لهم أبسط حقوقهم كطلاب، يعني كقاعات تعليمية، يعني لا السبورة الإلكترونية، لا المناضد، لا، هاي أشياء بسيطة يعني ممكن حتى تغير نفسية الطالب، ممكن يخلي أدواس يدرس أكثر. بينما الطالب إذا احنا يجي هو مهلك من ممكن هو يعمل، يعني عايش عائلة ويجي بنفس الوقت هو يريد يدرس ويحصل شهادة. فاحنا يعني قلت لك هو شيء يتبع شيء. احنا إذا حققنا له دعم حكومي يعني براتب معين ممكن يعيل بنفسه ودراسته، نخفض أجور الدراسية. يعني طبعا الجامعات الأهلية صارت بكثرة، فيعني هذه كلها تبعات يعني احنا ممكن نعمل عليها. فإذا الله مكننا إن شاء الله نعمل عليها. حتى نكون منصفين، التقصير ما يقع فقط على المؤسسات لا أكيد المعنية بالتعليم أو القائمين والمسؤولين عن ملف التعليم بالعراق. طرفي المعادلة هو مصدر للعلم، مؤسسة
تعطي العلم ومتلقي اللي هو الطالب. حكينا عن هذا الجانب، خلينا نحكي عن قصور الطالب العراقي. نعم الطالب العراقي مقصر، وأبسط مثال على تقصيره هسه هو معذور، اكو سبب اخر حضرتك راح تجيبين يعني برؤيتك من خلال دراستك بالانثروبولوجيا ذكرتي نفسية الطالب. أنا أريد أوصل لهاي النقطة. قبل دكتورة كنا نشوف الطالب خصوصا الطالب الجامعي معتد بنفسه، مفتخر بنفسه، معتز. أنا طالب جامعي عيب أسوي فلان حركة بالشارع، أنا طالب جامعي أخلاقي لازم تكون كذا وكذا، أنا طالب جامعي عيب افوت للمكان الفلاني. اكو البعض يبالغ، انا طالب جامعي عيب اروح اتسوق. هاي هن قبل يعني المسواق لازم اوكي المراه او هاي طالب الجامعي انا طالب لقيمته ومعتز بزيه والاهل يفتخرون به انه ابننا طالب جامعي. بالتالي انا هنا من خلقت هيك شخص بهكذا نفسيه، ايش قد عالجت من السلوكيات السلبيه للفرد اللي يقوم بها اليوم بالشارع العراقي. شوف شلون امتدت الحلقة الإيجابية إلى إيجاد مجتمع راقي. هو شيء يتبع شيء. شلون أنا اليوم أرجع الطالب العراقي إلى هذا المستوى من الافتخار بنفسه ويعرف قيمة نفسه. بالتالي نعيش إحنا اليوم بشارع مثالي، والطالب أيضا يعيش بجو مثالي، يقدر يحقق من عنده منجز أكاديمي، وأيضا يكون قدوة بالمجتمع وبالشارع. أنا ذكرت لك سابقا يعني أنه أول ما نبدي بالتربية. نعم. والأسرة العراقية لها جزء فعال جدا. نعم. في تربية أبنائها. احنا هذه الحروب اللي اجتي على المجتمع العراقي، الحصار الاقتصادي، كثرة الأرامل والمطلقات، هذا كله أثر على المستوى الأخلاقي والديني. يعني احنا لو نرجع ببرامجنا ومناهجنا على دين الإسلامي الحنيف اللي يأكد على الأخلاق والتعامل وحسن التعامل، هذا راح يربي جيل. نعم. ممكن نرجع به مثل ما كان سابقا، انه الطالب يكون ملتزم، الطالب يكون يحترم أستاذه، الطالب يؤدي واجبه الدراسي بصورة سليمة، يكون حريص. يعني أنا أذكر أنا من كنت طالبة بالبكالوريوس كنت حريصة أنه ما أترك القاعة لأن أخاف الأستاذ يجي وأنا بعدني ما واصلة للقاعة، احتراما للأستاذ. نعم. يعني هاي أمور يمكن الطالب يشوفها بسيطة، بس هي أمور جدا مهمة، من أبسط الأشياء يبين أخلاق الطالب. نعم. طيب خلينا نتحدث عن التفاعل الشعبي. أكيد مثل أي مرشح لخوض الانتخابات حضرتك عقدتي تجمعات انتخابية والتقيتي بشرائح مختلفة من المجتمع. كيف كان التفاعل الشعبي مع ما تطرحيه من نقاط في برنامجك الانتخابي؟ كيف كانت الأصداء؟ الحمد لله بفضل رب العالمين. قلت لك هو أكو نوبات الإنسان عنده قبول. نعم. يمكن من بداية الحديث والحوار معه تحس براحة نفسية ويحسون بصدق تعاملك وياه. قابلت هواية ناس جوني يعني، أو أني رحت على منازل من الفقراء وخاصة النساء. يعني كان عندي أكثر من 3-4 لقاءات ويا نساء من مناطق فقيرة. شفت تفاعلهم وياي كان كلش مشجع الحمد لله، واللي قدرت عليه أخدمهم به. يعني قدرت أقدم لهم خدمات أو مساعدات اللي أنا أقدر عليها. بس طبعا يعني بالمكتب نستقبل ناس هواية من كل المكونات من كل الفئات، وأمانة يعني اللي عنده طلب أنا أقدر أسويه حتى لو ما ينتخب. لا، هي حالة إنسانية وطلب إنساني. أنت من تقدمه للمواطن هو راح يرتاح نفسيا. ياما إجوني ناس عندهم فد نظرة سلبية عن المرشح وعن النائب، بكلمتين 3 بتطيب خاطر، بكلمة طيبة صدقة مثل ما يقال، هدى وابتسم وقال احنا وياك. نعم. تحدثت قبل قليل وهذا أمر ما يخفى على الجميع، أنه مجتمعنا اليوم للأسف بسبب الظروف التي مرت على العراق والتحديات اللي يواجهها المجتمع أصبح فيه الكثير من الأرامل، فيه الكثير من المطلقات. هذه النسوة شأنها شأن الشاب العاطل عن العمل، بحاجة إلى إيجاد فرص عمل بسيطة، جاز معمل خياطة بسيط أو ماكينة خياطة منفردة تكون في بيت تعيش من عندها هذه المرأة هي وأطفالها. كيف من الممكن معالجة حالات الفقر بالنسبة للمرأة وخلق فرص عمل ومشاريع
بسيطة مدعومة بالنسبة للمرأة العراقية اليوم؟ هو من ضمن المشاريع يعني أنه على مستوى المحلي أو على مستوى منطقة معينة ممكن أنه يدخلون دورات تدريبية. يعني قلت لك وزارة العمل ترى موفرة هيك دورات للنساء وللرجال، شباب وشابات، دورات الحلاقة، دورات الخياطة، دورات. فالنائب هم يقدر إذا من الناحية نعرف النائب هو جانب تشريعي ورقابي، لكن هذا ما يمنع أنه يكون في جانب خدمي. إذا نزل للميدان، هذا الجانب التخصصي إليه، من ينزل للميدان والشارع العراقي ويشوف معاناة مثل ما أنا شفت في كذا مناطق فقيرة، يعني تعاني النساء، يعني أبسط حقوقها هي ما محصلتها، يعانون الفقر. زين إذا أنت قدرت تقدم لهم خدمة مثلا على مستوى معمل بسيط في كذا ماكينة خياطة، من تزاول هذا العمل المرأة وتقدم خدمة لعائلتها، يعني تحققت إنجاز حتى ولو كان بسيط. ممكن يعني أكون دورات تدريبية، ممكن نشركها في مؤتمرات. أكو نساء يعني هم يحبون يوصلون، يحبون يدرسون، بس ما مهيئ لها ظروف طبيعية. فهذا يعني المجال ممكن نعمل عليه. دكتورة سيناء، باعتبارك مرشحة عن محافظة بغداد، بالدقائق المتبقية من وقت حوارنا لهذا اليوم، شنو الرسالة اللي توجهيها من خلال شاشة الإشراق الفضائية لناخبيك من محافظة بغداد، من أهالي بغداد؟ نعم، نقول صوتي وصوتكم أمانة أمام رب العالمين. حاولوا تنتخبون الأصلح. نعم. حاولوا تنتخبون الإنسان اللي تعرفوه وبالفعل يعمل لصالح العام والمصلحة الشخصية، وإنه ما يساوم على مبادئه. وإن شاء الله التوفيق للجميع، لكل المرشحين، اللي إن شاء الله يصعد النخبة اللي ممكن تغير هذا الواقع إن شاء الله. بدورنا إحنا أيضا دكتورة سيناء نتمنى لك التوفيق بالسباق الانتخابي، ونشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار. أهلا وسهلا بحضرتك. كذلك الشكر موصول لكل من تابع حوارنا لهذا اليوم. شكرا لكم أحبتي، دمتم في أمان الله.